ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في فئتين من الناس اللي بيشتروا عربيات. ناس بتدور على العربيات اللي تحت 2 مليون جنيه، ودي بيقعوا في حيره كبيره جدا. بيلاقوا فئات كتير جدا من العربيات، سواء كوري او اوروبي او تجميع مصري او صيني، سواء سيدان او هاتشباك او اس يو في. فبيبدا يدور على احتياجاته. الفئه التانية اللي بتشتري عربيه فوق ال 2 مليون جنيه، وده تقريبا بيبقى واحد عارف هو رايح يشتري ايه. يعني في واحد ممكن يدور على العربيه الاكسيد الفي اكس الصيني ويجيبها بسعر 2 مليون 980 ويبقى فرحان. وفي واحد تاني ممكن يروح يشتري العربية البيجو 5008 موديلات 2026 اللي لسه نازلة جديد وسعرها أقل من كده بكتير. في الفيديو ده هنتكلم عن العربية بالتفصيل وايه المواصفات بتاعتها والفرق بين الفئات. كل ده وأكتر هنعرفه بعد الفاصل. بيجو 5008 موديل 2026 أول جيل من بيجو 5008 ظهر في الأسواق العالمية في 2009، وتاني جيل معانا ظهر في 2017 لغاية لما شفنا الجيل الجديد ده في 2024. طبعا شفنا ثورة في تصميم الشكل من قدام وفي الانتريور من جوه وشكل الاكسدامات وكل الكلام الجميل ده. واحسن حاجة في التوكيل ان الشكل اللي موجود في 2024 هو احنا اللي بنشوفه دلوقتي في مصر في 2026، من غير فيسليفت ومن غير اي حاجة، بنفس الخطوط الحادة بنفس كل حاجة. بس في تركة بسيطة، الشكل ده او الجيل التالت من العربية نازل في اغلب دول العالم بفتيس بلاجن هايبرد، يعني العربية هايبرد وبنزين مع بعض، ونازلة على نفس البلاتفورم اللي بتصنع عليها العربية البيجو 3008 والاوبل جراندلاند. بس احنا عندنا السوق المصري هنا نزلوا العربية بالموتور والفتيس اللي كان موجود في الجيل اللي موجود في 2017، اللي هو الموتور ال 1600 سي سي التربو الاربعة سلندر مع الفتيس الاوتوماتيك العادي اللي من 6 سرعات. حتى التوكيل ما جابش الفتيس ال 8 سرعات. المنظومة دي بتطلع 165 حصان عند 6000 ار بي ام و240 نيوتن متر عزم، بتطلعه بدري جدا عند 1400 ار بي ام، ودي حاجة كويسة مش وحشة. وبتسرع من 0 ل 100 في 9 ثواني و2 من 10. والعربية دي لو انت متعرفش 7 كراسي، يعني العربية فيها كنبة زيادة ورا. ومعلومة كده بسرعة، العربية دي ما بتتجمعش غير في فرنسا بس. هنبعت العربية بسرعة. العربية بتيجي بطول 4 متر 79 سنتي، العرض بتاعها متر 89 سنتي، أما الارتفاع متر 69 سنتي. طول قاعدة العجلات 2 متر و90 سنتي، ووزن العربية طن و700 كيلو. أما الخروج الأرضي في العربية دي فيعتبر ممتاز، احنا بنتكلم في 23 سنتي. فالعربية دي تعتبر اس يو في بامتياز يعني. طبعا انت دخلت في فئه العربيات دي فهتاخد معاك التعديل الخلفي بتاعك يبقى مالتي لينك، واللي قدام ستاندر ماكفيرسون عادي. وسعه خزان البنزين في العربيه دي يبقى 56 لتر، والشنطه بتاعتك هتبقى 348 لتر. طبعا ده لو انت فاتح السبع كراسي، ولما تتني الكراسي توصل معاك ل 916 لتر. العربيه بتيجي معانا في مصر هنا في فئتين، الاتنين بيجوا بضمان 5 سنين او 150 الف كيلو، نفس الموتور نفس الفتيس نفس الابعاد الميكانيكيه وتقريبا نفس انظمه الامان. خلاص بقى مبقاش في فئه الاكتيف، بقت فئه الالور باك على طول. تيجي معاك ب6 ايرباج، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، كل الكلام ده كله. نظام مراقبة النقاط العامية، ايزوفيكس تثبيت مقاعد الاطفال، نظام تنبيه ضغط الاطارات، امبلايزر مانع للسرقة، كل الدلع اللي ممكن تشوف في العربية دي. طبعا مثبت سرعة ومحدد سرعة وقفل ابواب اوتوماتيكي، كل الدلع ده هتلاقيه في العربية. هتاخد بقى ستارت ستوب انجن، كمبيوتر رحلات، بدء شيفتات في الطارة، نظام اي كوكبيت الشهير بتاع بيجو. هتاخد معاك عدادات ديجيتال قدامك للمكان العدادات 12.3 بوصة، وشاشة وسطية 8 بوصة تعمل باللمس فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو. عجلة القيادة طبعا هتلاقي فيها نظام التحكم بكل النظام ده. الدركسيون ممكن تظبطه في 4 اتجاهات. مرايات جانبية ضم وكهرباء وتسخين، مسند يد وسطي، فرامل اليد عندك هنا كهرباء، الازاز قدام وورا مظلل، معاك كاميرا ركن خلفية وحساسات ركن قدام وورا، وشنطة العربية تبقى معاك كهرباء. طبعا دركسيون جلد وفرش جلد. ممكن توصل الموبايل بتاعك بالعربية بالبلوتوث، مدخل يو اس بي، 6 سماعات. الجنوب بتاعتك هتبقى 18 بوصة، وهتاخد معاك فتحة سقف بانوراما. ويلكم لايت العربية اوتوماتيك، الانارات بتاعتها ال اي دي، معاك حساسات مطر، مرايات تعتيم. عربية في اول فئة مش هتخليك محتاج اي حاجة. الفئة دي بسعر 2 مليون 425 الف. طبعا في بيجو لازم نشوف فئة الجي تي اللي بيبقى فيها كل حاجة، نازلة هنا بسعر 2 مليون 674 الف. هتاخد يعني الفئة اللي فاتت نفس انظمة الامان هي. هتاخد بس لاين كيب اسيست، والكشافات بتاعتك هيبقى ارتفاع المخفضات بتاعها اوتوماتيك، ونظام التعريف على علامات المرور ده مش شغال عندنا قوي في مصر. وهتاخد كمان نظام بلايند سبوت، ويحط لك معاك هنا شحن لاسلكي. الدلع كله بقى يبقى في كراسي العربيه. هتاخد كراسي كهرباء من 8 اتجاهات بتدفئه وتسخين وتدليك، وفرش العربيه هيبقى جلد نابه وفحمر ودلع كده، والتابلو بتاعك هيبقى فيه حله من الكروم والخشب. يعني هتاخد باكت الجي تي، وهيبقى شعار الجي تي موجود في العربيه في كل حته. يعني الفرق بين الفئتين تقريبا 250 الف جنيه. انا في رايي تخليك في الفئه الستاندر اللي ب 2 مليون 425 الف. العربيه تقريبا فيها كل حاجه، سواء انظمه امان يعتبر متكامله، فتحه سقف الكهرباء، السقف البانوراما، الشنطه الكهرباء، الحجم الكبير، السبع كراسي، علامه بيجو الاوروبيه، الموتور، الفتيس.
الفئة التانية هتاخد شكل شكمان زيادة على فرش جلد. الفروق تعتبر مش أساسية، وخصوصا ان الفروق في الميكانيكا هي نفس الموتور، نفس الفتيس، نفس الأداء. انت أولى بفرق ال 250 ألف دول. وبس ده كان كل حاجة النهاردة. شاركونا بآرائكم في العربية هتنجح ولا لأ. متنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، تعمل لايك، تشترك في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي. معاكم مؤمن سيد، سلام.